ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. تعالوا كده جولة سريعة في مارشلز هوريكم الحلل هناك. ناس كتير لما بتيجي امريكا جديد بتبقى بتعاني جدا من موضوع الحلل دي، فانا بصراحة بحب اجيب الحلل اللي زي كده اللي هي الفرداني، ما بحبش اجيب الطقم اللي على بعضه. يعني بتكون افضل لان احنا بنختار الحجم اللي احنا عايزينه، عايزين مثلا حلتين من نفس الحجم، عايزين 3 براحتنا خالص. فلو عايزين حلل حلوة حجمها كويس وكمان سعرها حلو، هاتوا من مارشلز، وكمان عندكم بيرلينتون، وكمان عندكم تي جي ماكس. زي ما انتوا شايفين اهو رينج الاسعار عامل ازاي، بصراحة احسن بكتير من والمارت ومن الاطقم اللي على بعضيها. يعني الحلة لوحديها بتكون تقيلة جدا وحلوة جدا جدا، وكمان سعرها بيكون كويس. في محلات تانية برضو زي راس، وبرضو في دي ديسكاونت برضو عندهم في اطقم ناس كتيرة برضو قالت عليها ان هي كويسة، ممكن تكون برضو اغلى شوية او سعرها كويس، بس مش هتكون الحجم اللي احنا عايزينه. يعني مثلا لو عايزين حلتين كبار حلوين مش هنلاقيهم في طقم واحد، هنلاقي واحدة كبيرة والباقي صغير. علشان كده انا بالنسبة لي بفضل ان انا اجيب الحلل بالشكل ده. يعني حلة زي دي شايفين almost $30، حلوة جدا، حجمها كبير، بتشيل شوية يعني فرختين مثلا، حلوة جدا، تشيل طبخة حلوة، تشيل رز كتير. فانا بالنسبة لي الحلة الفرداني احسن. علشان كده حبيت اوريكم الدنيا في مارشلز عاملة ازاي. يعني شوفوا معايا رينج الاسعار كده. دي الطاسة برضو، الطاسة تقيلة، يعني عندهم بجد انا مجرباهم، جبت من عندهم قبل كده. يعني الطاسة دي $13، يعني هي حجمها حلو وكمان تقيلة. فانا بحب الحاجات اللي عندهم. وبرضو جبت من تي جي ماكس قبل كده حلة برضو تحفة، يعني ممكن تكون معايا اديلها سنة ونص، جميلة جدا، وبرضو طاسة كانت حلوة قوي. يعني لو انتوا مثلا فردين 3 تقدروا تجيبوا كام حلة كده تستخدموها على كام طاسة، خامتهم حلوة، تقعد معاكم حلو جدا، فترة حلوة جدا، ما بتبصش خالص، بتكون حلوة فعلا وبتستحمل. ولو انتوا بقى عدد كبير تقدروا تجيبوا الحلل الكبيرة، تجيبوا كام واحدة برضو حلوين ينفعوكوا بقى في الطبيخ وفي كل حاجة. يعني انتوا شايفين الخامة نفسها جميلة، بتتكلم عن نفسها من غير ما انا اقول اصلا. فدي بجد شوية حاجات حلوة قوي في مارشلز، انا بحب بجد اروح هناك. وكتير بيكون عندهم تخفيضات على فكرة، يعني بس مش في الحاجات دي بس، بيكون في حاجات من ورا كده كتير بتلاقوا عليها كده في الغالب اللي هو اللون الاصفر اليلو تاج، بتلاقوه موجود هناك، او في الغالب بيكون ريد عندهم، مش فاكرة بالظبط اللون، بس بيكون حلو. حتى الاجهزة برضو بتكون حلوة وسعرها حلو. يعني شايفين دي كبة كبيرة جدا، حلوة جدا، حجمها كبير جدا، وعندهم اجهزة كتير حلوة. يعني هو مارشلز اصلا يعني كامل من كل حاجة، حاجة البيت على اللبس على البرفيوم على كل حاجة موجودة هناك، بجد حلو جدا. الحلة دي صيني كده تقيلة، فانا حتى ما كنتش قادرة ارفع الغطا بتاعها، كان تقيل قوي، بس انا ما اعرفش بيستخدموها في ايه بصراحة. هي تقيلة جدا، بيبقى نازل كتير عليها عروض برضو، شفتها في سامز في مرة، وشفتها في كاسكو مرة، بس مش عارفة يعني بيستخدموها في ايه. هي تقيلة جدا جدا. بصوا مثلا دي حلة، شايفين سعرها كام؟ هتلاقوا طبعا الوانات كتير، انا دايما احب الاسود بصراحة، وحلوة جدا ان هي ما بتغيرش لون كمان من جوه. وفي كمان الاستانلستين برضو موجود هناك، برضو حجمها حلو وتقيلة. بصوا التقل بتاعها تقيلة برضو. عايزين تعرفوا الحلة تقيلة ولا خفيفة، حوشوا الغطا وامسكوا الحلة لوحديها علشان تعرفوا ان هي فعلا كويسة وخامتها حلوة. امسكوا الحلة لوحديها. طبعا احسن حاجة في الحاجات الفرداني دي ان انتوا بتختاروا كذا واحدة، انتوا زي ما انتوا عايزين. زي ما انتوا عارفين انا بحب اعمل لكم الفيديوز اللي زي كده علشان الناس اللي جايه جديد امريكا، وبرضو في ناس موجوده في امريكا برضو مش عارفه الحاجات دي. فانا بسهل عليكم الموضوع ان انا اعمل لكم فيديوز زي كده علشان نقارن الاسعار مع بعض، واوريكم الحاجات دي موجوده فين. ممكن حاجه انتوا تكونوا مش عارفينها، وممكن حاجه انا اكون مش عارفاها، برضو بكتشفها معاكم. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وتكونوا بتستفيدوا من كل الفيديوهات. ولينا جولة كمان في مارشلز، هنشوف باقي الحاجات مع بعضينا. وما تنسوش بقى لايكاتكم الحلوة وكومنتاتكم الجميلة.